أحاديين، أحاديين الفكر وأحاديين الرأي وأحاديين الرؤية. حقيقة إن الحوار الإيجابي بيستلزم في وسائل الاتصال اللي كلنا عارفينها بالبلدي كده، زي ما أهالينا قالوا هات وخد. يعني زمان كانوا يهزروا كده يقول لك إيه الكلام أخد وعطا يا أستاذ. حضرتك بتاخد وبتدي مع ابنك أو بنتك كم مرة؟ حضرتك عايز تدي اوردر وما تاخدش إجابة لرؤية ابنك أو بنتك على هذا الاوردر. أكيد إن كلام أستاذ دكتور محمد لما كان بيقول علمه يقول لأ، هو مش هيقول لأ إلا لو ما كانش شايف إنه المسألة أحادية. طيب أنا هسأل لحضراتكم سؤال تاني. كم مرة خدت ابنك وبنتك في العيد وهم صغيرين عشان تروح تختار لهم لبس؟ وأتحدى حد ما مدش ايده على لون يقول له هو ده اللون الجميل اللي هتلبسه في العيد، هتبقى حلو قوي يا حبيبي. حالة فردية. لكن في مجتمع القاعدة العريضة بتمثل فيه 65% من الشباب، أصبحنا نخرج شباب بلا قرار. حضرتك وحضرتك بتختار له لبسه، مفيش مانع وهو صغير، لكن خد رأيه. ايه لا رأيك في اللون الأحمر؟ حلو ولا اللون الأخضر؟ طب ما زلنا أحاديين، وأكيد أستاذتنا الدكتورة منى توافقني في الكلام ده، وهذا ما يجعل هناك خلل فيما يسمى بسمات السلم النفسي. كل بني آدم فينا يا جماعة عنده سلم سمات نفسية. سلم السمات النفسية ده عامل زي درجات السلم كده. كل ما بديك عادة بتكتسبها، يكبر سلم السمات النفسية بتاعتك، يا إما إيجابا يا إما سلبا. طب أنا هسأل حضراتكم سؤال أخير. كم مرة حضرتك كنت بوصلة وكم مرة حضرتك كنت ساعة؟ كم مرة حضرتك كنت ساعة؟ حياتك أو بوصلة؟ تفرق. تمشي حياتك بوصلة ولا ساعة؟ حضرتك ماشية حياتك بوصلة ولا ساعة؟ حقيقة عندنا خلل كبير في التربية، وهو أننا نجعل أبنائنا ساعة. طيب إذا كنا أصلاً إحنا الحوار الإيجابي يحتاج لبوصلة داخل البيت يا سادة. إذا كنا نتحدث عن الإدراك، فالإدراك يحتاج إلى وعي، والوعي يحتاج إلى بوصلة توجه. هو سبحانه وتعالى لما عمل القبلة بنقول اتجاه القبلة، ويقول لك هو التوجه للقبلة ازاي؟ نفرق بين الاتجاه والتوجه. حاجة أخيرة، how to proud it. امتى حسست ابنك المراهق انك فخور بيه؟ كم مرة بتقول له أنا سعيد باللي أنت بتعمله؟ يمكن اساتذتنا في الصحه النفسيه يقولوا الكلام ده. الثقه بالنفس قد ايه اكتر ما انت قلت له انت ما بتعملش. اساتذتنا في علم الاجتماع وفي اداره الموارد البشريه، احنا كاساتذه اداره اعمال يمكن عندنا ماده لوحدها باداره الموارد البشريه اسمها سلوكيه. يعني احنا بندرس ماده لوحدها كده اسمها سلوكيه. فاول ما علمونا اساتذتنا حتى في الارتقاء بالمورد البشري في الشركات والمؤسسات اعمالهم، يقول لك امتى انت براودد بالموظف بتاعك؟ امتى انت براود بالناس اللي معاك؟ حاجه الاخيره هو في فرق بين القياده ويا ترى اصل مهم نسال نفسنا، انت بتدير ابنك ولا بتقوده؟ الا من رحم ربنا. ندير ابنائنا ولا نقودهم. والمشكله الاعظم واتحسمت في القرآن الكريم عشان أختم بيها، أننا نظن أن المكانة عصب القيادة، مع أن مش كل صاحب مكانة. مش عشان أنا بابا فأنا اللي هقود. قد يكون لابني أو بنتي في ظل عصر متسارع جدا هو بوصلتي في حاجات أنا ما أعرفهاش. فحضرتك مضطر إنك تبقى ابنك بوصلة ليك
وانت بوصله ليك اتجاهات اخرى. اسال الله عز وجل ان هو يعني يهدينا الصواب والتوجه السليم. شكرا لحضراتكم واسف.